ما بتخيل رمضان بدون هذه الحلا. السلام عليكم ويا هلا ومرحبا فيكم بوصفة جديدة. في أكلات معينة شكلها بسيط وهي الصدق بسيطة، مثل حلا اليوم. وهالحلا قديم مرة بذكرني بطفولتي، من لما كنت صغيرة، من كثر ما هو سهل وسريع. دحين نبدأ الوصفة. أول شي نبدأ بالكريمة. أول شي نحط 3 ملاعق كبيرة نشا، وفوقهم 3 ملاعق كبيرة طحين ونصفيهم. ودحين نضيف نص كاسة سكر و2 صفار بيض. ولا تنسون تسوون لي لايك وتدعموني باشتراك وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل وصفة جديدة. وراح نضيف لها 3 كاسات من الحليب. وراح تشوفون انه مكونات هالوصفة موجودة بكل بيت وسهلة وسريعة وما يلزمها حتى فرن. يعني كنت احب اسويها كثير برمضان لما كنت احب اساعد امي. وراح نخلط كل المكونات بارد في بارد وبعدها نحطها فوق النار. لما تحطون الكريمة فوق النار وتشوفون انه قوامها صار مرة متماسك، لا تخافون لانها هي زي كريمة الباتيسري او الحلويات. ولما نحطها فوق النار راح نصير نخفقها ونخفقها ونخفقها وما نوقف فيها خلط لين تصير زي كذا، يعني قوامها متماسك. لما تشوفون الكريمة صارت هيك، يعني طلع فقاعات، معناها صارت جاهزة، بتشيلونها. عم تشوفون كيف صار قوام الكريمة متماسك، يعني كريمي ومتماسك. دحين نجيب صحن ونحط فيه الكريمة وخليها تبرد. ودحين نغطيها عشان ما يدخل هواء للكريم ونحطها فورا بالثلاجة. ومن جهة ثانية بنجيب كاسة فيها بودرة الشانتيه، والكاسة تكون حسب رغبتكم صغيرة أو كبيرة، ونفس الكاسة نفرغ فيها الحليب. ونخفقهم بالخلاط حوالي 5 دقايق لين تطلع معنا الشانتيه قوامها كريمي. وبعدها بنضيف نص الكريمة اللي خليناها تبرد بالثلاجة. عم تشوفون ونكمل نخلطهم بنفس الطريقة. والكريمة هاي لا هي صعبة ولا مكوناتها صعبة، وبدقايق تجهز ويانا. ونضيف نص الثاني من الكريمة مع كاسة الحليب اللي خفقنا فيها الكريمة، كريمة الشانتيه يعني. ونضيف الحليب شوي شوي لين تصير الكريمة جاهزة ويانا. تشوفوا قوامها كثير ناعم وكريمي. واخوي اكل من هاي الكريمة قبل ما حط البسكوت من كثر ما هي مرة لذيذة ولازم تجربونها. دحين قسمت الكريمة نصين، نص راح يكون كريمة عادية ونص راح نضيف له شوكولا لتصير طعمها شوكولاتة، يعني كريمة بذوق الشوكولاتة. وضفت لها علبة زبادي. وانا المفروض في الشوكولا اقول شوكولا مو شوكولاتة، بس اختي كانت معي عم تصور الفيديو فقالت لي هن بيقولوا شوكولاتة مو شوكولا لهيك قلت شوكولاتة، يعني مشان لا تقولون اني عم اتغنج او هيك شي. دحين جبت طبق الحلا وراح نحط الطبقة الأولى كريمة عادية، بعدها بسكوت اللي عم غمسه في الحليب بشوية شوكولا أو حليب بالشوكولا اللي يكون موجود عندكم بالبيت. وبعدها بنجيب الكريمة بذوق الشوكولاتة مثل ما قالت لي أختي مو الشوكولا، ونحطها في الطبقة كطبقة ثانية.
وبعدها طبقة البسكوت، وفيكن تحطوا أي بسكوت بتحبوه، وأخيرا الكريمة، وراح نسويها كلها بنفس الشكل. خليت الكريمة اللي بذوق الشوكولاتة الباقية عندي وضفتها كتزيين، وهنا قطعت الشوكولا لقطع صغيرة وضفتها فوقها. وبالمناسبة ما عرفتكم من وين عم تتابعوني، اكتبولي بالتعليقات. ووصفة اليوم برعاية الشيف الصغيرة اللي هي اختي، وبتمنى تكون عجبكم الحلا عفوا، ولازم تجربونه مثل كل مرة. راح يطلع معكم والله والله راح يطلع كثير مرة لذيذ مثل ما تقولون. وبالعافية عليكم ومع السلامة، ونلتقي بوصفة جديدة.